كان في بنت بعمر المراهقة حبت حدا وخيب أملها، يعني جرحها وكسر قلبها وبعدين تركها. البنت كانت حلوة كتير، عيونها خضر وشعرها مثل الحرير. كانت بتدرس بالجامعة وحياتها نفس الروتين. كانت طيوبة ما بتقرب من أحدا. بليلة كانت تحت المطر عم تبكي على حالتها وعلى وجع قلبها، وفجأة قربت منها مرة كبيرة بالعمر، عطتها ضوء، حكت لها حطيه برقبتك ولا تشيلي أبدا، رح يغير لك حياتك. وراحت قبل ما تلحق البنت تحكي لها شكرا. كان الضوء لونه أصفر، لونها المفضل للبنت. حطته مع أنه ما كانت مصدقة أنه رح يساعدها. يوم بعد يوم اجت بنت جديدة لعندن على الصف وتعرفت عليها، حبوا بعض وصاروا صحبة مثل الأخوة. ما عاد ضلت وحيدة، البنت صارت تقضي كل وقتها مع صاحبتها الجديدة. كان يجي أخوها لصاحبتها ياخدها من الدوام، والبنت شافته كذا مرة وحكت جوات قلبها يا الله هالشاب شو حلو. ولما الشاب أخو صاحبتها بالصدفة لمح الضوء يلي برقبة البنت، حكى لأخته تسأله من وين جايبته، بس أخته حكت له إذا مهتم روح أنت اسأله. وفعلا راح الشاب لعند البنت وحكالها. مرحبا، كيفك؟ أهلين، الحمد لله. فيني أخدمك بشي؟ لا والله ما في شي، بس البطاق اللي برقبتك عجبني، حبيت اسألك من وين جبتي؟ تسلم، هاد من ذوقك. والله كنت عم أمشي وصادفتني مرة كبيرة بالعمر، عطتني إياه وحكيت لي حطيه رح يساعدك، وأنا حطيته رغم إني ما فهمت شو قصدها. بس ليش عم تسأل؟ الشاب انصدم وحط ايده بجيبه، طلع ضوء نفس ضوءه بالتمام بس لونه أخضر، وحكاله سألتك لأنه مرة أنا كنت كمان مكسور ومجروح من علاقة كتير قديمة، وكنت ماشي بالطريق وكمان نفس الشي. اجت لعندي اختيار عجوز كبيرة بالعمر وعطتني ضوء بلون الأخضر، وهو بيكون بلون المفضل لألي، وقالت لي هذا الضوء رح يسعدك إذا بيلتقى نص الثاني لأله، نص الثاني بيكون لونه الأصفر. البنت خجلت كتير، ما عرفت شو ترد، وهو حكاله وهلأ أنت معك لون الأصفر، وهلأ فهمت شو قصد الختيار. يعني أنا نصك التاني؟ ايه انت كنت عم دور عليكي من زمان، في مجال نرتبط ونشفي جروح بعض. ايه موافقة، بوعدك اساعدك دايما. وانا كمان بوعدك اسعدك العمر كله. من بعد هذا اليوم البنت وأخو رفيقتها ارتبطوا ببعض، وبعد فترة طلب إيدها وصارت حلاله، وضلوا محتفظين بالأضواء ذكرى لآخر يوم بعمره. القصة هاي بتخليك تفهم إنه ما تلحق ورا الناس يلي بتحبها ويلي بدك إياها تحبك، لأنه الله مخبيلك روح بتشبهك تماما، وهي الروح راح تقابلها ولو كان هاد آخر يوم بعمرك.